السلام عليكم اخوان دائما اسئلة تجي مكررة عن اللاقط وميل اللاقط. ميل اللاقط تقصد زاوية الدوران الافقية يعني وليس البعد البؤري. هاي اخوان لاحظ، هاي من نحركه يمين يسار لاحظ، هاي زاوية الدوران الافقية يعني تحركه هيك تجيبه تودي يسار، مو البعد البؤري هذا من اللاقط السنتر الطبق. فهذا دائما تجي اسئلة شلون تنضبط. اخوان انا علمتكم شغلة يعني سهلة. سابقا كنا نضبط على الاي اس بي ان على التلستار بجهة الغرب تلستار 15، وبجهة الشرق ايضا اكو تردد، هاي ترددات حساسة تضبط عليها. لكن شنو بعض الاحيان يطيح منك المدار نص الهاي او 3/4 او ما ينضبط. فانا نصيحتي لكم نجربها. يعني هذا لاقط على يوتلسات 7 10 721، هذا ضبط على هذا ايضا حساس. شوف نتحرك اللاقط راح تشوفه شيء بسيط يفرق لك هواية. هذا خليه على 91، من تخليه على 91 يعني يضبط لك الشغل كلش. هسه انا دائما هاي طريقتي. شوف هسه يطلع لك كله، هسه هذا كامل، هذا الفيدات كلها يطلع كامل. لاحظ اخوان يعني شنو، لا بس تكون واضحة، يطلع لك الفيدات ويطلع لك واضح كل الاقمار اللي تريدها. لا بعد انت ليش تروح على شغلات صعبة تختار؟ ما لك علاقة، اشتغل على هذا مضبوط. لا تنسى الطبق يختلف يأثر بالموضوع. لكن انا نصحك على 10 721 عمودي، ولا ما تضبطه روح على الاوروبي. روح على الاوروبي على تردد 12380، تأكد وصله حسب الطبق مالتك. اذا كبير وصله 92 اقل شيء. هسه اوديكم على اللاقط دقيقة، عفوا على القمر الاوروبي. لاحظوا اخواني هذا التردد، هذا صعدة وصله اذا طبقك كبير وصله 92. انت بعد هاي افضل وضعية للاقط، افضل وضعية للاقط هي هاي تكون. انت ليش تختار بعض الاحيان صعبة، ترددات صعبة، صعب عليك المهمة؟ انت لا تنسى ترى يأثر جدا حجم الطبق والتغطية. لكن هاي نصيحتي ومضبطها ومجربها اخواني. اشتغل على هاي الترددات. اول شي ضبط على 10 721 عمودي. بعدها اخواني ورا ما تصعدها على اشارة روح على 12 380. هاي اخواني لاحظ، هاي وصلها طبقك ايش قد انت بعد هاي تعرف. هسه اني 170 الطبق 92. هذا قمر الهوت بيرد. طبعا قمر الهوت بيرد اشاراته ضعفت هواي عندنا احنا، يعني مو مثل السابق. هسه الجو زين وهاي لاحظ 92 صح. الباقيات صار كان 92 93، هسه صارت 91. هذا الطبق ايش قد؟ شوف طبق 170 لاحظ قد الاشارة، اشارة 91 92. فالاشارات هواي تأثرت اخواني. لكن انا اللي يهمني تعرف زاوية الدوران للاقط الافقية اللي هي يسموها ميل اللاقط. سابقا قلت لك كنا نختار تلستار 15 غرب الاي اس بي ان اللي هسه اللغن، او تنصب على 10 804 على التركماني 52. لكن ما انصح يطلع لك، لكن بعض الاحيان بعض الترددات تطيح. اذا طبقك كبير ما تحس انت بهاي الفرق، لكن اذا طبقك 160 وجوا راح تحس بالترددات الضعيفة تفرق. اما ال 180 190 نسبيا يقل يجوز، بس ما يأثر عليه. المترين ما يأثر ولا يحس كأنه ما اكو اي تغيير عليه، يفيده ذاك. اما من 170 وجوا انا انصح بهاي 10 721 عمودي بالبداية، وتتأكد 12 380 وانتهت. بعد هي هاي راح يجي المدار عندك. احنا اصلا مدار الشرق قوي، بس راح يضبط لك هاي من ال 15 غرب لحد اللي احنا شنو اللي يهمنا تقريبا ال 16. الباقيات كلهم تردد 19 اصلا بس الحزمة العريضة لل 21. الباقيات انه اوتوماتيكيا كلش قويات عندنا من البداية للجنوب، باستثناء بعض المحافظات اللي هي الوسط وللغرب هاي عندهم التركمان شوية صعب. بس انت اللي يهمك هذا المدار. قلت لك انا من 15 غرب لل 21 شرق هي هاي اهم الاقمار والترددات. ان شاء الله اخواني الفكرة واضحة. شكرا جزيلا.